بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملنا الفول الأخضر فولية جميل جدا جدا وبطريقة حلوة وجميلة وتحفة تحفة تحفة. مش هقول لكم لما تجربوها. لو عندك فول أخضر نشف مش عايزاه هتعمليه بالطريقة ديت، هيبقى جميل في بيتك وتتسحري منه في رمضان ويبقى زي السكر وبألف هنا يا حبايبي. واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل وصفة جديدة انا بنزلها. يلا بينا نشوف احنا عملنا الطبق الجميل ده ازاي. يلا يا حبايبي وبألف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده يا جماعة طبعا الفول الأخضر مال السوق. انا جبت الفول الأخضر وفرطته بالطريقة ديت وهعمله فولية معاكم بالفول الأخضر. الفول الأخضر جميل في السوق ورخيص جدا وممكن نعمل منه حاجات كتيرة جدا. نعمل منه فولية، نعمل منه رز على فول، نعمله مطبوخ بالطماطم، بيتعمل حاجات كتيرة. فانا فرطته وغسلته كده اهوت، وهنا حطيت حبة زيت في الحلة ونشوف هنعمله ازاي فولية. جميل قوي قوي يا جماعة، تحفة بسم الله ما شاء الله. كده هنحطه في الزيت. حطيت حبة زيت بس زيت نضيف، زيت يا جماعة يكون زيت نضيف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. وايه وهنشوف هنعمله الفولية، هيبقى جميل جدا جدا. هو زي الفول المدمس كده بس دي اسمها فولية بالفول الاخضر، تبقى جميلة قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك زي السكر. تمام يا حبايبي، كده هنقلبها. هنقلب الفولية كده في الزيت، تاخد حبة في الزيت القمر كده في الزيت. وبعد كده هنعمل فيها ايه؟ ده الفول الاخضر مال السوق يا جماعة وحلو جدا ورخيص، ممكن نعمل منه حاجات كتيرة جدا. طبعا جاي رمضان والفول الاخضر هيبقى موجود كمان، ممكن نعمله على طول بالفولية دي نتسحر منها. حلوة قوي قوي وتبقى طعمها حلو عن الفول الناشف لما بيكون متدمس. دي طعمها احلى بكتير بكتير بكتير. دي اسمها فولية، ممكن تعملها بطماطم، ممكن تعملها بصلصة طماطم وتقلية وكده، ممكن تعملها بالطريقة اللي انا هعملها بها دي. جميلة جدا جدا جدا. كده بنقلبه شوية على النار لغاية ما الفول يدبل. هنغطيه ونهدي عليه النار ونسيبه شوية. اهو يا حبايبي هنشوفه مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الرسول وصلوا على النبي كتير عشان ربنا يبارك في أي حاجة بتعملوها. صلوا على النبي كتير جدا. طول ما انتوا واقفين اذكروا الله وصلوا على النبي يا جماعة عشان ربنا يبارك في كل حاجة بتعملوها بإيديكم. دي الفولية يا حبايبي، بتاخد شوية على النار كده في حبة الزيت كده أو في سمنة بلدي زي ما انت عايز، بس هي زيت أفضل لها يعني. بالطريقة الحلوة دي هناكل أحلى طبق فول فولية بالطريقة الحلوة دي. بسم الله ما شاء الله. لسه هنغطيه كمان شوية وبعد كده نوريهولكم. كده يا حبايبي هنشوف بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. كده بالجمال والحلاوة دي، خد تشويحة حلوة اهو في الزيت. هنحط له ايه يا حبايبي؟ هنحط له حاجة بسيطة قوي من الملح كده والكمون، وحاجة بسيطة قوي فلفل اسمر. تمام، وهنقلب. الله الله على ريحة التوابل، الله الله الله. بسم الله ما شاء الله، تبارك الله على ريحة التوابل. ريحتها طلعت جميلة. كده هنبدأ بقى نحط لها المية ونسيبها تغلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بالطريقة الحلوة دي ونسيبها بقى كده تستوي.
وهنوريها لكم لما تستوي. ما تحطلهاش اكتر من كده، ولا بصل ولا طماطم ولا اي حاجه، بالطريقه الحلوه دي. وهنغطي عليها لما تستوي، وبعد كده نوريها لكم. اهي يا حبايبي كده هنكشفها بقى ونشوف ايه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. شوف الفول الاخضر يا جماعه، حتى خضر الميه بتاعته ازاي، بتبقى جميله. هنحط معاها بقى قرن فلفل كده يديلها طعم، وساعه ما يستوي فيها كده نشيله. بس نحط فيها القرن الفلفل ده يديلها طعم حلو. وهنهدي عليها النار بسيطه قوي ونسيبها تستوي بالطريقه الحلوه دي. وبعد ما تستوي يا جماعه تطلعوها تتهمك تحفه 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 في الاكل. ده الفول الاخضر لما يكون عندك فول وبدا ينشف ولا حاجه ومش هتستعمليه ولا هتستفادي منه، كنت جايباه للاكل ولقيتيه ناشف، هتعمليه بالطريقه دي. هيبقى فوليه جميله جدا جدا، واحلى من الفول المدمس، واحلى ما تكون بطبيخ. حلو قوي قوي. انا بحب الفول الاخضر على فكره يا جماعه، بعمله على رز كمان، بيبقى جميل جدا. فانا هغطي عليها اهوت على يستوي نار على نار هاديه جدا جدا جدا، وهنرجع لكم يا حبايبي. كده هنشوف الفوليه بقى. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا الجمال والحلاوه، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. شفتوا الميه بتاعت الفول خضرة ازاي، عشان هو فول اخضر، وجميله جدا جدا. طبعا احنا معاها كده لغايه ما تستوي، لان انا مهديه عليها النار خالص بالطريقه الحلوه دي. مهديه عليها النار وسايباها تغلي كده علشان تستوي في نار على نار هاديه. دي الفوليه يا جماعه، والله لما تعملوها وتجربوها بالطريقه اللي انا بعملها دي هتحبوا اصلا تجيبوا الفول الاخضر. تحفه تحفه تحفه، جميله جدا جدا فوق ما تتخيلوا. كده هنغطيها ونسيبها تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي الفوليه كده استوت ما شاء الله، اللهم بارك. بقت زي السكر اهي، استوت خالص اهي. الفول استوى خالص اهو. يلا بينا نغرفها بقى بالجمال والحلاوه ده. تاكلي احلى احلى فول اخضر بالحلاوه دي. بسم الله ما شاء الله، استوى بقى زي الزبده اهو. تاكلي احلى فول اخضر. هنغرفها ونحط عليها شويه زواق كده ونوريها. اهي يا حبايبي انا كده غرفتها. بسم الله ما شاء الله، طبق تحفه تحفه تحفه. هنحط بس شويه خضره كده عليه كده بالطريقه الحلوه دي، بقدونس كزبره اي حاجه عندك تقدي كده، حبه خضره كده. وده الشكل النهائي للطبق بتاعنا، الفول الاخضر يا جماعه بالطريقه الجميله ديت. حلو قوي قوي قوي، وبالف هنا يا حبايبي. كده جميل جدا. والفول الاخضر لو عندك ونشف خلاص تعمليه بالطريقه دي، يبقى جميل وما ترميش حاجه، مش حاجه تترمي خالص، ويبقى زي الفل. وبالف الف هنا يا حبايبي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده بمشيئه الرحمن. وبألف هنا عليكم يا حبايبي، بألف هنا. وكده اما نعمله في رمضان للسحور هيبقى طبق تحفة تحفة تحفة، جميل جدا جدا للسحور وخفيف وحلو. الفول الاخضر يا جماعة اليومين دولت في السوق كتير، نستغله ونعمل بيه كل حاجة احنا عايزينها. وبألف هنا يا حبايبي، بألف هنا. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة بمشيئة الرحمن، مع ألف سلام.